أهلا مسك سبور وطاب يومكم بكل خير. بالنسبة لإمكانية فوز فريق نهضة بركان بالبطولة لهذه السنة، أظن أن الفريق الآن يعتبر من خيرة النوادي الموجودة في البطولة الوطنية المغربية. صحيح أن الفريق بدأ عهده بالألقاب في موسم 2017-2018 عندما فاز بأول كأس للعرش، وكان ذلك أمام وداد فاس بضربة ترجيع بعد أن انتهت مباراة هدفين. الفريق بدأ عهده بالألقاب بعد هذه المباراة بالضبط، إذ فاز بنفس الكأس أي كأس العرش في موسمي 2020-2021 و2021 و2022، لينتقل بذلك والمشاركة في كأس الكونفدرالية التي فاز بأول لقب خارجي له، وكان ذلك أمام بيراميدز المصري ب1-0، كان ذلك في سنة 2020، وليفوز بنفس الكأس في 2022 ليتوج بعدها في كأس السوبر الإفريقي، أمام بطل دوري أبطال إفريقيا آنذاك وهو الوداد الرياضي ب2-0. وبهذه التتويجات أصبح نهضة بركان أحد أعمدة كرة القدم الحالية، عندما أصبح ينافس على المراكز الأولى في البطولة المغربية. بل أكثر من ذلك، إنه مثلا في هذا الموسم تمكن من الفوز على الرجاء في الدار البيضاء ب1-0 في الدورة الأولى، وتمكن من فرض التعادل على مضيفه الجيش الملكي ب1-0 في الدورة الثالثة، وأسقط الوداد في الدورة الثامنة في الدار البيضاء ب1-0. وبذلك الآن فهو على رأس الترتيب الوطني ب26 نقطة، مبتعدا على الجيش ب9 نقاط، ومبتعدا على الوداد ب10 نقاط، ومبتعدا عن الرجاء ب12 نقطة. وبالتالي فهو يخطو خطوة وبعد خطوة نحو اللقب، خصوصا أنه تمكن من الفوز في 8 مباريات من أصل 11 مباراة، وتعادل في مباراتين وانهزم مباراة واحدة، كان ذلك أمام الفتح الرياضي. بالإضافة إلى ذلك، فمثلا الفرق الكبرى الكلاسيكية المتعودة على المنافسة على البطولة المغربية اللي هي الوداد والجيش والرجاء، هذه الفرق يعني تعاني كثيرا حاليا وضيعت نقاط كثيرة، خصوصا فيما يخص الأخطاء التحكيمية، فيما يخص الدور الذي لعبه إغلاق الملاعب في وجهها، والدور الذي لعبه أيضا منع جمهور هذه الفرق من الحضور، بالإضافة إلى البرمجة، مع العلم أن مثلا الجيش والرجاء هم في مجموعة واحدة من دوري أبطال إفريقيا. هذه المنافسة ربما ستجعل فريق نهضة بركان يستفيد منها بشكل جيد، خصوصا بالإضافة أيضا لأن الوداد حاليا ليس بذلك الفريق المثالي الذي سينافس على البطولة في ظل انتداب مجموعة كبيرة من اللاعبين، في مدرب جديد والنتائج السيئة، ولحد الآن يعني الفريق لا يستطيع أن يكون المنافس بالإضافة إلى الرجاء والجيش لنهضة بركان، مع الإشارة أن فريق نهضة بركان لديه تركيبة بشرية جيدة يقودها المدرب التونسي معين الشعباني، وكذلك الحارس الثاني للمنتخب المغربي منير المحمدي، بالإضافة إلى لاعبين متميزين كحمزة المساوي ويوسف دايو ومحمد المرابط وياسين البحيري، ونجم هذه السنة اللاعب الصاعد هيثم منعوت. وكما يعرف الجميع أن الفريق الذي يريد أن يفوز بالبطولة المغربية يجب عليه أن يجمع 29 نقطة في مرحلة الذهاب. فريق نهضة بركان لديه حاليا 26 نقطة، ولا زالت له 4 مباريات لإنهاء مرحلة الذهاب، لذلك يبدو هو المرشح الأول للفوز بالبطولة هذه السنة. فحظ موفق لنهضة بركان في البطولة المغربية، وحظ سعيد لجميع الفرق المغربية، وأخص بالذكر الفرق التي تشارك خارجيا، وهناك طبعا الجيش الملكي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا، وبالمناسبة هما يلعبان في مجموعة واحدة. كما نتمنى لنهضة بركان الاستمرار والتميز في كأس الكونفدرالية، والتي ستلعب يوم الأربعاء إن شاء الله أمام لواندا سول من أنغولا.
وطاب يومكم بكل خير.